السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي، احنا بنسميها في مصر زلابية او لقمة القاضي. مش عارفة بقى كل دولة عربية ليها اسم، يا ريت اللي بيتابعنا من اي دولة عربية يقول اسمها عندهم ايه. هي الزلابية من الحاجات الخفيفة، الحلويات بتعمل في رمضان وفي غير رمضان وفي المناسبات، محببة لدى كل الناس تقريبا، والاطفال خصوصا يعني. في ناس بتقول ان هي بتطلع معاهم مش حلوة او طرية او مش مكورة. هنشوف الخطوات مع بعض بالتفاصيل. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا كوبايتين دقيق، ومعانا كوباية مية، كوبايتين وربع دقيق، وكوباية مية أو كوباية وربع مية، يعني مش أكتر من كده. ومعانا معلقتين نشا، ومعانا يعني الكوبايتين ممكن يتحط عليهم من كوبايتين لكوبايتين وربع بيتحط عليهم معلقتين نشا. معانا معلقة سكر ومعلقة كبيرة خميرة، وندوبهم في شوية مية دافيين ونحطهم مع بعض يتفاعلوا كده على جنب. وبعدين نحط المكونات الجافة بتاعتنا بقى، ذرة ملح، ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعانا المعلقتين النشا اللي قلنا عليهم. هنخلط كل المكونات بتاعتنا الجافة، وبعد كده ننزل بقى بالمية الدافية بتاعتنا بالتدريج. يعني نحاول ان احنا منزلش بالمية المية كلها مرة واحدة علشان ما تزيدش مني. استمر في التقليب. احتاجت معايا شوية مية كمان، حوالي معلقتين مية، وشوية المية مع الخميرة بحطهم برضو. هنعمل حسابنا بمية الخميرة دي، يعني تقريبا الكوبايتين وربع واخدين حوالي كوباية وربع مية، مش اكتر من كده. هنقلبهم مع بعض كويس. هحط بقى ربع كوباية الدقيق اللي باقية معايا واقلبها. يعني تقريبا كوباية الدقيق هتاخد كوباية الا ربع مية بالشوية اللي مع الخميرة، عشان تطلع معايا العجينة زي ما انا عايزة. هحط بقى هنا بعد ما قلبتهم كويس مع بعض، هحط شوية الزيت، معلقتين زيت تقريبا، بقلبهم مع بعض كده. ما اقلبش كتير بعد الزيت، انا بس بلم العجينة بالزيت. قوامها كده ما بيبقاش سائل ولا متماسك اهو. القوام ده اللي انا عايزاه، ده قوام الزلابية اللي انا محتاجاه. تمام. هنحطها بقى في مكان دافي، هنغطيها ونحطها في مكان دافي. ممكن تاخد لها نص ساعة او ساعة حسب التدفئة اللي موجودة فيها. ممكن اسخن الفرن واطفيه واحطها فيه، يعني الفرن مبقاش سخن قوي طبعا، يعني دافي بس. اغطيها واحطها قبل ما مثلا هجهز غدا، هعمل حاجة او فطار، تكون خلصت معايا. هي كده جاهزة اهي قدامنا، خمرت ما شاء الله، ضعفت معايا. بقى الشربات للتحلية نفس شربات الكنافة، ممكن تشوفوا طريقة عمل شربات الكنافة في وصفة الكنافة. هحط بقى الشربات بتاعنا، هجهزه. والشربات بتاعها تقيل بارد، يكون بارد، انا كنت مجهزاه من قبل. هبتدي بقى هنا معايا معلقتين زيت برضو كبار، علشان احط فيهم المعلقة اللي انا هشتغل بيها. ههبط بقى العجينة معايا كده، اخرج منها الهواء شوية علشان اشتغل بيها. تعالوا بقى نشوف احنا بنشتغل بيها هنعمل ايه. طاسة بقى فيها زيت غزير يكون سخن. شايفين بقى المعلقة، بحط المعلقة الصغيرة دي في الزيت، واحط العجينة بين ايدي كده، واطلع الكورة على الحجم اللي انا عايزاها صغيرة بقى، عايزاها متوسطة، عايزاها كبيرة، بس هي متوسطة بتبقى كويسة. كل قبل العجينة المعلقة زيت، واخد من بين قبضة ايدي كده، اقلبها بقى، ما خليهاش النار تبقى معقولة متوسطة. يعني انا لو مبتدئة اخلي النار هادية، ولو الزيت سخن اطفي عليه وانا بشكل. بعد ما اشكل او اشغل، هتبقى هي الزيت لسه سخن معايا عشان ما تتحرقش مني، ولو انا جنبي حد يساعدني يعني. دلوقتي بطلعها بقى على الزيت على الشربات البارد، اقلبها في الشربات، تاخد منه كده كويس جدا، واطلعها في مصفى اصفيها. وبعد ما اصفيها من الشربات طبعا بقدمها على طول طازة، يعني هي ما بتقعدش كتير. الزلابية لازم تتعمل قبل التقديم بوقت قليل. بعد كده بقى، بعد ما صفيتها، احطها في طبق التقديم ونشوفها مع بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله، مكورة ومدورة وجميلة جدا، ومقرمشة من بره وهشة وطرية من جوه. ان شاء الله تعجبكم، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.
هي دي شكلها النهائي. ممكن ازينها بشوية جوز هند، في ناس بتحب تحط سكر بودر بدل الشربات، دي حسب الرغبة براحتكم. هتلاقوا الوصفة كاملة في صندوق الوصف، وهتلاقوا طريقة وصفة مكونات الشربات بتاعها برضو في صندوق الوصف. ما تنسوش لو بتتابعوني لأول مرة تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة، في امان الله.